السلام عليكم ورحمة الله. أنا النهاردة إن شاء الله هعمل لكم أكلة موفرة جدا واقتصادية جدا. ممكن تعمليها آخر الشهر لو معكيش فلوس. ممكن تعمليها لو اتزنقتي وما عندكيش خضروات في البيت. أنا طبعا عملتها يعني أنا النهاردة مع الخضروات والحاجات اللي أنا بجيبها أسبوعيا كلها خلصت، فاتصرفت وطلعت اللي عندي في البيت. عندي رز، جبت كيلو رز طلعته وربع كيلو عدس او يعني ربع كيلو وبصل وملح وتوم. ونشوف الطريقة سهلة وجميلة جدا. الأكلة ديت بيحبوها جدا عندي في البيت. أول حاجة هشوح البصل في الزيت أو السمن زي ما بتحبي. خلاص، أنا طبعا مشغلة على البيض، لو واخدين بالكم في بيض أهو بيتسلق. دلوقتي بعد ما قلت البصل يا دوبك اتدبل كده، رحت مزوده ميه وهنزل التوابل اللي هو الكمون والملح بس. زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هغطيهم واسيبهم يغلوا علشان احط المكونات بتاعتي. الطريقة دي سهلة قوي يا بنات وجميلة جدا ومش تاخد وقت وموفرة جدا طبعا. يعني انت ممكن تعمليها بأي حاجة، يعني هتلاقي كل الحاجات دي عندك في البيت، ممكن ما تشتريش حاجة اصلا من بره. هنا المية غليت اهيت، هبتدي اخد الرز وانزل بيه. طبعا الرز دوت مغسول كويس جدا، ومفيش رز بيتعمل من غير الغسيل. اي رز بيبقى فيه مواد نشوية، يعني بيبقى فيه نشا، لازما يتغسل. هتلاقي ميته مهما كان نظيف هتلاقي ميته برضو نازلة بيضة. هنا بقى هسيبهم يغلوا مع بعض. طب انا ما حطيتش، خلي بالكم العدس، ما حطيتش العدس ليه؟ بصوا يا دوبك خد غلوتين كده مع الميه الرز، وبعدين هبتدي انزل العدس. طب ليه انا عملت الحته دي التكايه وما حطيتش الاتنين على بعض؟ لاني انا عايزه العدس يبقى واضح وصحيح، لان العدس سواه اسهل بكتير من الرز. تمام يعني، ومع ان الرز بسيط في السوا ولكن برضو العدس اسهل في سواه. فانا مش عايزاه يبقى معجن في بعضه، عايزاه يبقى مفلفل كده وجميل، باين العدس وباين الرز زي ما انتوا شايفين. وبعدين حطيتهم هما الاتنين على بعض وسبتهم على نار هاديه خالص يتسووا نفس طريقه الرز. وانا واقفه كده بعد ما خلصت حطيت العدس يستوي خلاص هو والرز. دلوقتي سلقت كميه من البيض، وببتدي بقى كله مع بعضه، يعني كله في نفس وقت واحد. بحضر بقى البيض، سلقته وبقشره زي ما انتوا شايفين. طبعا البيض مش هيتحط مسلوق كده. هنا الصوص ده يا جماعة أنا بعشقه جدا. أنا أحيان كتير بعمله جنب الكبسة، بعمله جنب أي رز. الرز اللي هو الرز البسمتي أو كده، البسمتي بعمل دايما مع الصوص دوت. بعشق الصوص ده، وولادي برضو بيحبوه جدا. هو فلفل وطماطم، وبحط ملح وشوية كمون وشوية فلفل اسود صغيرين، وبعصر ليمونية على على الصوص دوت وهو بيتعمل كده. عايزة تحطي خل حطي برضو، بس يكون كمية صغيرة جدا. الصوص ده سهل وجميل وطعم جدا، جربوه وهيعجبكم. هنا هو عصرت الليمونية كاملة اهو بعد ما ضربته. اديكم شايفين شكله، بس طعم جدا بقى. انا نفسي تجربوه، وخاصة مع الاكلة دي على فكرة. هنا البيضة اهوت هبتدي بقى. انا قلت لكم مش هحطه مسلوق كده بس، لا انا لازما بقى هحمره في السمنة البلدي. تمام، انا حطيت اهو سمنة بلدي، وبعدين بحط فلفل، وبحط شوية ملح وشوية كمون، وابتدي احمره في السمنة كده.
انا شخصيا برضو يعني بعشق البيض بالطريقة ديت. ماما كانت دايما تعمله لنا كده، وانا بحبه كده صراحة، وهو طعمه لذيذ يعني. خلاص. اهو زي ما انتوا شايفين هيتحمر لغاية لما ياخد لون، يبقى اللون لذيذ كده، لونه ذهبي، ما سيبهوش يبقى غامق. هو ما بياخدش وقت على فكرة، على طول يعني على طول. وتقلبي فيه علشان جنب بس واحد ما يغمقش، زي ما انتوا شايفين اهو. كده خلصت خلاص الوجبة، وعملتها لهم في طبق شكله جميل، ووجبة غير مكلفة، ووجبة برضو ما خدتش وقت معايا، جميلة جدا يا بنات، بتمنى تجربوها، هتعجبكم. ولو عجبك الفيديو يسعدني ان انتي تشتركي في قناتي، وتشيري لي الفيديو بين اصحابك، وتدوسي على اللايك، وتكتبي لي كومنتس حلو زي كده، يسعدني طبعا. أكلة جميلة وشكلها جميل برضو. العين بتاكل قبل ايه؟ قبل الفم. شكرا، كنتم مع أسرار شيري، والسلام عليكم.